بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالى نعمل النهارده بقى ايه؟ وصفات أجنبية بتكات مصرية. النهارده هنتعلم يعني كريمة حلوة جدا جدا، هتنفع لكل وصفات كتير جدا معاكي، واقتصادية كمان، هتعجبك بإذن الله. في البداية عشان نحضر الوصفة هنبدأ بالكيك. 4 بيضات، رشة من الملح، كوباية من السكر، وابتدي اضربيها لحد ما يبقى لونها أبيض كده. ابتدي اضربي فيها كويس جدا لحد ما تاخد اللون الابيض. كوبايه ونص من الدقيق انزلي بيها، عليها كمان نص كوبايه من الكاكاو برضو حطيها كده، يبقى المعدل معاكي كوبايتين من الدقيق. تمام. معلقه مليانه صغيره من البيكنج باودر برضو انزلي بيها. تمام. معايا كمان من تلت لنص كوبايه زيت. تمام، برضو حطيها. ومعايا كمان قدها لبن انزلي بيها، وبعدين تدي كلها مع بعضيها كده تلفيها. واخر حاجه هنحطها اللي هي او ممكن قبلها كمان معلقه من الخل، وبعدين ربع كوبايه من الميه المغليه هتنزلي برضو بيها وتلفيها كده لفتين. وفي الصينيه مدهونه بالسمنه او الزبده او حتى ورقه زبده زي ما انا حاطه كده. وتنزلي بالخليط كله على في الفرن، حطيها. وبعدين 25 دقيقة بالظبط هتكون اتخبزت الكيك وطلعنا بيها. دلوقتي هنعمل بقى كريمة الكراميل اللي اتفقنا عليها. عبارة عن 300 جرام من السكر السنترفيش العادي. تمام، يعني معدل كوبايتين ونص من السكر. هنزل عليهم نص كيلو من اللبن. تمام، 500 ملي. تمام، تبصي تلاقي السكر كده يعني بيتقل معاكي، ما تسيبهوش كانك بتعملي بشاميل كده. وطي النار واشتغلي وهتسيح معاكي، تبقى معاكي زي كانك بتعملي مهلبيه. تمام، اخر حاجه خالص هتنزلي بيها هي نص قطعه من الزبده صغيره خالص. تمام، بس هتدي لمعه للخليط، لو ما فيش ممكن قطعه من السمنه عادي. تمام. وبعدين هتبصي تلاقي الخليط كده زي اللي بيفك معاكي، لا خليكي معاه لغايه ما يربط تاني ويبقى كتله واحده. وفي حاجه قبل الحرارة برديها وتغطيها بستريتش وتبرد في التلاجة ساعتين. بس طبعا تبقى مغطياها بستريتش او حتى كيس بلاستيك عادي. تمام، بس عشان خاطر ما تعملش قشرة من فوق. دي بالنسبة لكريمة الكراميل. اللي دلوقتي عملناه بقى هي كريمة الخفق. كريمة الخفق عبارة عن ربع كيلو من كريمة الخفق، ونص كوبايه سكر بودر نزلت بيها، وبعدين ضربتها كويس جدا وسبتها في التلاجة حوالي من النص يعني نص ساعه براحتك حسب ايه ما تخلصي اللي وراكي كده ابتدي اشتغلي بيها. دي بقى الكريمه بعد ما سبتها شلت الورق اللي هي ستريتش من عليها، وبدات اضربها بالشكل ده كده. وانت بتضربيها حسيتيها يعني جامده معاكي، ممكن تحطي لها معلقتين من اللبن، هتبقى سايحه معاكي زي ما شفتيها كده. هنا بقى الكيك بتاعي خلص. تمام. في غلطه انا غلطتها يا جماعه، انا سبت الكيك ونسيته في الفرن بعد ما طفيت يعني. تمام، فكتير يعني برضو نشفت الى حد ما يعني، بس برضو الحمد لله كانت كويسه جدا وايه. وهي كانت تحفه، اشتغلت بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا كريمه الخفق حطيتها في الاول، وبعدين هنزل دلوقتي بكريمه الكراميل التحفه دي الاقتصاديه. احشي بقى دونات، سيبيها احشي اي حاجه تحبيها. دي كده الكريمه خلصت، انا بقى معايا كريمه تاني. فالمفروض ان انا بعمل اخر حاجه خالص اللي هي شوكليت بسيحها او اعمل لها حمام بخار، وابتدي انزل بيها على الكيك من فوق. من فوق دي اخر حاجه. انا لقيت كريم شانتيه او كريمه الخفق معايا زياده، فغلفت بيها الوش بتاعها واكتفيت بكده وما عملتش الشوكليت بتاعتي. يعني اقتصدت الى حد ما. تمام، فانت لو حابه تحطيها شوكليت في الاخر تسيحيها وتحطيها على الوش حطيها. لو انت حابه تعملي زي ما انا عملت وتحطي الكريمه، طبعا انت ممكن تبدلي كريمه الخفق بكريم شانتيه عادي، مفيش مشكله. طبعا انا حطيت فيها جبنه. حطيت فيها جبنه 7 قطع من الجبنه اللي هما موجودين في العلبه الكامله دي. تمام، او اي جبنه كريمي، اي جبنه كريمي حطيها. تمام، يبقى انا نزلت ب7 قطع كده من اللي هو جبنه مثلثات او جبنه كريمي. هسيب لكم مقاديرها بالجرامات في صندوق الوصف تحت. ويا ريت تعملوا لايك وشير للقناه. زي ما انتم شايفين كده حطيت القطعه الثانيه او الشريحه الثانيه من الكيك، وبعدين غطيتها بكريمه شانتيه او كريمه الخفق اللي احنا عملناها مع بعض،
وبعدين بقى زينيها باي شوكليت شيبس حطيه، او حتى فورماسيل رشيه، وبالهنا.